السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم حنجرب طريقة من طرق روان لتحضير الاندومي. حنحضر الاندومي بالبطاطا الحارة. أول مرة بعملها وانبهرت بالنتيجة، جدا لذيذة. يلا خلونا نبلش بالمقادير. بلزملنا 3 حبات بطاطا حجم وسط. منقشرن ومنغسلن منيح وبدنا نقطعن لمكعبات حجم وسط. هعمل البطاطا بالفرن حتى ما زيد كمان دهون وقلي. هحط عليها شوية ملح وزيت زيتون وفوتها على الفرن. فيكن تستخدموا أي طريقة، قلي أو اير فراير أو بالفرن مثل ما أنا عم بعملها. منفوتها على الفرن 30 دقيقة. النار بدها تكون حامية منيح لحتى يتحمر وياخدوا لون ذهبي. بعد ما تطلع البطاطا عنا بدنا نضيف لها شوية بهارات حتى نعطيها طعمة البطاطا الحارة. منضيف ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة فلفل حار، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. منضيفهم مباشرة على البطاطا هي وسخنة حتى يختلطوا بشكل أسهل، ومنحركهم منيح مع بعضهم لحتى يمتزجوا بشكل كامل. هلأ بالمقلاية اللي بدنا نشتغل فيها مندوب شوية زبدة، منضيف عليها حصوص الثوم اللي دقيناهن. منقلبهم منيح مع بعضهم لحتى ياخد لون الثوم بشكل خفيف. منضيف عليهم 3 ملاعق كبار معجون طماطم، ومنقلبهم شوي مع الثوم لحتى طعمة المعجون تطلع أكتر. منضيف عليهم علبة قشطة وزنها 170 جرام. هيك القشطة مع معجون الطماطم بيعطونا ميكس كريمي بيكون ونكهته لذيذة ولونه حلو بيطلع. نخلطهم مع بعضهم منيح. النار هون متوسطة، وبدنا نضيف عليهم من 3 أكواب ل4 أكواب من المي المغلية. بيعتمد انتو قديش عبالكم كمية صوص مع الاندومي، وانتو ببين عليكم بتزيدوا شوي بس تحتاجوا تحسوها نشفت. حضيف كمان صلصة حارة اختيارية. منحط معهم بهارات الاندومي، وحاستخدم الصويا اللي بتيجي مع الاندومي من دون الزيت كمان مشان نخفف دهون. الاندومي هي كمان بيكون الشعرية مقلية، ففيها دهون وفيها كالوريز منيح، فما بدي كتر كتير بالوصفة. وهلأ حضيف عليهم 3 قطع من الاندومي أو 3 حبات. عم بستخدم هيدا النوع اللي شفتوه، الشعرية المقلية. فيكن تستخدموا أي نوع متوفر عندكم. حغطي عليهم بس دقايق قليلة، يعني هيك 2 3 ما أكتر، بس حتى يطرى الاندومي شوي وأقدر فكفكن شوي عن بعضهم. منبلش شوي هيك نفكفكن على بعضهم بالشوكة، بصيروا بيسهل تسويتهم بشكل أسرع. وبعد ما نبعدهم عن بعضهم نرجع منغطي عليهم مرة تانية لحتى يستووا بالكامل. بعد ما تستوي الاندومي منضيف عليها البطاطا الحرة اللي حضرناها وبنخلطهم مع بعضهم منيح. قدموها مباشرة هي وسخنة، كتير طلعت طيبة ولذيذة. إضافة البطاطا الحرة معها نقلتها لمرحلة تانية. عن جد طيبة وعجبتني كتير هالطريقة. انقاذ انقاذ. خليت المقطع لعيشكن شوي هيك الأجواء معي. أنا أصعب شي بالتصوير بس انقطع الكهرباء أنا وعم صور، بكون بدي غير شوي بالإضاءة، والأكل بيكون ساخن وإيدي بيكون عليهم الكفوف كمان، فما فيني أشتغل بشي غير الأكل. كرمال هيك طلبت الإنقاذ دغري.
وهيك بنختم الفيديو لليوم. جربوها واعطوني رأيكم فيها وإن شاء الله كتير حتعجبكم. أكلة سريعة ولذيذة، صحتين وهنا.